السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله في اتم الصحه والعافيه، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وكيف ما العاده فيديو جديد في القناه، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال الراندا بالبرشمان. الطريقه كيفاش نديروا البرشمان على الراندا بطريقه سهله وبسيطه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه، وكنشكر الناس اللي متابعيني، كنشكرهم بزاف بزاف. شكرا لكم. بالنسبه لهذا الفيديو خفيف ظريف كما سبق ليا وقلت لكم، ديال توب ديال البرودي عليه الراندا على 2 شعرات بهاد الخديمه بحال هكذا بالبرشمان. كما كتعرفوا حتى البرشمان كيتخدم على 2 شعرات. المهم نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساونيش من لايك. الله يجازيكم بخير. بالنسبه لهاد التوب فيه اللوينات كيف ما كتشوفوا مزركش باللوينات. حاولنا نديروا له البيض سامبل مخدوم من الفوق حتى لتحت، ونزيدوا عليه ديك اللمسه ديال البرشمان بهذا اللوين خزي. درت له الخديمه حتى في الكتاف، هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى في الكتاف البرشمان جات على الملاقيه. هاد التوب يلاه ولا جديد دابا ديال البرودي. وهاد الخديمه هذه على 2 شعرات بتدرس في الجناب من الخدمه من الفوق حتى لتحت. المهم هنا على بركه الله غادي نبداو الدرس ديال البرشمان على الملاقيه. كيف ما كتشوفوا كنحسب هنايا الغرزات، وعاد كنضرب نعمر الغرزه ديالي بهذه الطريقه هذه. المهم الطريقه ديال البرشمان سهله وبسيطه. كنبقى نعمر. المهم جاوني تعاليق بزاف علاش كنقلب الابره باش ما تقبطليش في الخيط، وباش ما تقبطليش حتى في الثوب. يعني الراس ديال الابره كيكون شويه ماضي، كيبقى يقبط ليا في الثوب، يقبط ليا في الخيط. كنقلب الابره باش الغرزه ديالي كتضبط وكتقن اكثر بهذه الطريقه هذه. المهم بالنسبه للبرشمان طريقه الخدمه ديالو انا حطاها في القناه على شكل شورت ولا شكل فيديوهات طوال. اللي بغات تفرج فيهم حتى تدخل القناه وتشوف الفيديوهات وطريقه البريم ديال الخيط وطريقه ديال البرشمان كيفاش تخدم على القطان. هذه الطريقه ديال كيفاش يتخدم على الملاقيه وعلى الراندا، يعني ديال 2 غرزات، ديال 4 وديال 1. المهم طريقه سهله بسيطه جدا. الخيط كنضربوه على 2 شعرات، كيكون البريم ديالو رقيق بزاف، وكنجبدوه عندنا باش كيعطينا الطعم ما يبقاش يتلونا في الخدمه. وكنخدموا بهذه الطريقه هذه. هانتوما كتشوفوا كلشي في الخدمه ديال الابره كنخدموا بالحساب. يعني اي حاجه خدمناها بالابره كنكونوا كنخدموها بالحساب. بالنسبه لهاد التعمر كنحسبوا وكنعمروا، وبالنسبه للشدان في الثوب كنحسبوه حتى هو وكنعمروا. يعني بهذه الطريقه هذه. يعني حتى هنا انا حسبت عاد عمرت باش نبدا لسين واحد اخر. انتم كتشوفوا 1 2 3 4 5 ونقبض في الراندا وتكون الضربه بالمقلوب، ونعاود عاوتاني نخرج ونضرب ونعمر. يعني كنعاودها 2 خطرات وعاد كنعمر. كيف ما سبق لي قلت لكم كلشي بالحساب. يعني ضروري الحساب في هذه الخدمه هذه. اي خدمه ديال الابره او اي خدمه ديال اليد كتكون فيها الحساب. الطرز، البرشمان، الراندا، الخياطه، يعني الغرزات ديال كلشي كنحسبو. بالنسبه لهنايا سمحوا لي لان كيزهق ليا شويه التصوير، كنصور غير بوحدي داكشي علاش.
المهم كيف ما كتعرفوا البرشمان هو اللي ضارب هذا العام. بهذه الطريقه هذه كتزيرو يديكم ضروري باش كيجي السينات مضبوطين ومخدومين مزيان باتقان، باش كيجيو وحده راكبه على وحده ما كيجيوش مايلين، لان الا كان الخيط مرخوف غادي يجيوكم مايلين. المهم كيجيو مضبوطين كيف ما شفتوا عرفتوا. هذا العام البرشمان ضرب بزاف في جلالب، وتقريبا العيالات كلهم تخيطوا برشمان. داكشي علاش بقيت انا نحط الفيديوهات باش هكذا تستافدوا ومنها النيت تخدموا جليباتكم وراسكم. المهم نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم التوفيق، وما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه، ونخليكم مع الفيديو حتى الاخير.